السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون جميل بإذن الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. خواتاتي الغاليات متابعاتي الوفيات، اليوم جيتكم بوصفة المسكوتشو. الوصفة هذه اللي على بالي راح تحطوها في عينيكم، وعلى بالي باللي الفيديو هذا اللي راح يولي عندكم هو المعتمد، لأنها وصفة ناجحة مليار بالمئة. شوفوا، من أول مرة راح تنجح معاكم إذا أخذيتوا كامل النصائح تاع الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ولا الوصفة تاعنا لنهار اليوم، باش تتحصلوا على مسكوتشو اسفنجية ولا كيكة اسفنجية كما هذه. لازمكم تتبعوا الفيديو وتشوفوا كامل النصائح اللي في الفيديو باش تتحصلوا على مسكوتشو ولا أروع. مستحيل تهبط لك بعد اليوم بعد ما تخرجيها من الفور، ومستحيل تتعجل لك، ومستحيل ما تنجح لكش بعد الفيديو هذا. وانا عند كلمتي ونروح مباشرة مع بعض نشوف راح نحضر وصفتنا لنهار اليوم. هنايا في ريسيبيون تجيبوا 4 حبات تاع البيض بعد ما تخرجوهم من الفريجيدار، غسلوهم بطبيعة الحال. بعد ما تغسلوا هذوك البيض خلوهم ربع ساعة برا الثلاجة، يعني حتى ياخذوا درجة حرارة المطبخ. يعني أول حاجة يعني لازم يكون البيض باش تنجح معاك المسكوتشو ولا الكيكة، باش تنجح معاك لازم يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ. هنايا بعد ما فات ربع ساعة يعني نجيب الضراب اليدوي، عفوا الخلاط الكهربائي الباتر، ونضرب البيض هذاك. بعد ما نضرب البيض هنايا حوالي 1 دقيقة وحده هكذاك. بعدها نضيف كاس تاع سكر، سعة الكاس هذا 220 مليلتر. والمول تاعنا لنهار اليوم راهو كبير يعني بزاف، يعني تجيكم مسكوتشو ما شاء الله، تجي عالية وتجي كبيرة ما شاء الله. اذا يعني حبيتوا نجربها معكم في مول صغير خلولي في التعليقات فقط. باش نعطي لكم هكذا يعني كيل تاع حبه بيض تاع 2 حبات بيض كيما حبيتوا. هنايا عطيت لكم هذا الكيل، يعني قلت لكم المول راهو كبير. انا بعد ما خلطت البيض والسكر، يعني حاولوا انكم تضربوهم جيدا حوالي 5 دقائق هكذاك، وانتم تضربوا في هذاك السكر حتى يتضاعف الحجم، يعني حتى تلقاو هذاك الحجم تاع السكر وتاع البيض تضاعف معاكم، يعني لازم وضروري كما راكم تشوفوا هنايا. ضفت لهم شويه تاع عطر البندقه. هنايا اللوغو اللي عندك ولا الذوق اللي حبيتي تضيفي قارص، حبيتي تضيفي لافاني، حبيتي الاذواق اللي حبيتي تضيفيها ضيفيها. بعد ما يتضاعف هنايا الحجم كما قلت لكم بعد 5 دقائق خفق متواصله، نجو الكاس هذاك تاعنا تاع الزيت اللي سعه الكاس كما قلت لكم 220 مليلتر. نبدا نضيف في هذاك الزيت بالتدريج، يعني حاولوا انكم تضيفوه على دفعات ولا تضيفوه على الشكل يعني متواصل، ولكن بالعقل فقط على شكل خيط رفيع حتى يمتزج هذاك الزيت مع هذيك المكونات، وراكم تواصلوا في الخفق. كذلك قلت لكم يعني كما قلت لكم في اول فيديو باش هكذا ما تحبطش معاكم الكيكه تاعكم وما تجيكمش معجنه كي تخرجوها من الفور. كامل النصائح راح كما قلت لكم راح تلقاهم في الفيديو هذا، فقط تبعوا الفيديو. وكما شفتوا يعني بعد ما خفقت هذاك الزيت وهذاك البيض وهذاك السكر، نحيت هذاك الباتر. دركا راح نستعمل ملعقه فقط، يعني ضفت هذاك الكاس عفوا تاع الحليب، يعني حليب عادي بدرجه حراره المطبخ ما بارد ما سخون. ضفت لهذاك الخليط. هنايا شوفوا انا الفارينه كنت غربلتها في الاول، يعني شرط اساسي انكم تغربلوا الفارينه تاعكم على مرتين في المسكوتشو باش هكذا تتحصلوا على هذيك الخفه. انا هنايا كنت غربلتها في الاول وراني نغربل فيها للمره الثانيه هنايا معاكم. المسكوتشو تاع 4 حبات تاع البيض في الكيلة هذه اللي درت انايا اليوم راح تدي لكم 2 كيسان ونص بالضبط تاع فارينة، لانه المسكوتشو اذا كثرتوا لها الفارينة راح تجيكم ثقيلة بزاف، يعني تجيكم عجينة لداخل. حتى اذا طلعت في الفور يعني حتى الشكل تاعها اذا كان شباب راح تفتحوا عليها كي تفتحوا تقسموا المسكوتشو تاعكم راح تلقاوها يعني عجينة، هذا لأنه ادت كمية كبيرة من الفارينة. وإذا كذلك عطيتوا لها كمية قليلة من الفارينة غير تحبطوا غير تخرجوها من الفرن من الكوشة تاعكم راح تحبط معاكم، يعني راح تشوفوها طلعت ما شاء الله وتفرحوا بها وكامل. غير تنحوها من الفرن تحطوها يعني برا شويه هكذا راح تلقاوها حبطت، هذا دليل على انه ما ادتش كميه الكافيه تاع الفارينه. كما قلت لكم الكميه الكافيه تاع الفارينه هي السبب الثاني لنجاح المسكوتشو تاعكم لنهار اليوم. هنايا كيما شفتوا كيما قلت لكم يعني ضفت 2 كيسان ونص بالضبط تاع فارينة، ولازم تغربلوهم. هنايا كذلك راني نضيف فيه زوج اكياس تاع خميرة الحلويات واللي هما 20 غرام خميرة الحلويات، يعني لازم كذلك تغربلوها. هنايا خلطوها عادي، يعني ما تخافوش منها تقولوا انه طلعنا الخليط هذاك بالباتور وبعدها راح يحبط، لا لا، يعني خلطوا عادي كما راني خلط هنايا بالملعقة، خلطوها عادي فقط. كذلك النصيحة الثالثة لنجاح المسكوتشو، الكوشة تاعكم سخنوها من قبل مسبقا،
يعني حوالي بواحد 10 دقائق هكذاك على اعلى درجه. كي تجو طيبوا المسكوتشو تاعكم اكيد يعني نقصولها حتى ل 180 درجه من الاسفل فقط، ما تشعلولهاش من الفوق ومن تحت المسكوتشو، شعلولها غير من الاسفل فقط. كي تجو تدخلوها يعني وهي تسخن على اعلى درجه، غير راح تدخلوا المول تاعكم ولا هذيك البلاطو اللي راح تطيبوا فيه المسكوتشو، نقصولها على 180 درجه، يعني المسكوتشو تاعنا راح تطيب على 180 درجه فقط. كذلك رابع نصيحه، ما تفتحوش كامل على المسكوتشو تاعكم وهي تطيب، يعني وهي طيب ما تفتحوش عليها لمدة نص ساعة. نص ساعة إذا كانت الكوشة تاعكم فيها المروحة وتحمر مليح وتطيب وتوزع الحرارة مليح، نص ساعة 35 دقيقة راح تلقاوها كافية جدا، وراح تلقاو المسكوتشو تاعكم من الفوق حمارت بلا ما تشعلوا عليها من الفوق، يعني بلا ما تشعلوا لها من الفوق راح تلقاوها حمارت، لأنه الكوزينير تاعكم تاع المروحة وراح توزع الحرارة وراح تلقاوها تحمرت معاكم. اما اذا الكويزينير تاعكم ماشي تاع المروحه وما توزعش حراره مليح، بعد ما تلقاوها نشفت من الاسفل عاودوا ولا تحمرت من الاسفل، عاودوا شعلوا عليها من الفوق باش تاخذ لكم هذيك تحميره، يعني من الفوق ماهيش راح تبطى، يعني حوالي 2 دقائق فقط يعني حطوا هذاك الشباك اللي تاع الكويزينير تاعكم حطوه للاسفل كامل، كي تجوا تحمروها حطوه للاسفل كامل باش تاخذ لكم هذيك التحميره الشابه وما تتحركش معاكم في بلاصه وتحمر في بلاصه وتقعد يعني بيضة في بلاصه واحده اخرى هكذا، يعني باش توزع معاكم كامل الحراره. هنايا النصيحه الخامسه، كي تحطوها في المول هنا كيما راكم تشوفوا، كي تحطوها في المول خلوها تريح حوالي 5 دقائق، يعني هذه نصيحة ولا عادة يديروها أصحاب المحلات باش تنجح لهم الكيكة تاعهم. خلوها هنايا بعد ما تحطوها في المول خلوها تريح حوالي 5 دقائق، بعدها جيبوا الموس هذاك تاعكم وخرجوا لها كامل هذاك الهواء ودخلوها مباشرة للفرن. كما قلت لكم طيبها كما شرحت لكم بالتفصيل، طيب تاعها من 35 حتى 40 دقيقة، وكاين اللي تاخذ لهم حتى 45 دقيقة. فقط تعسوا الفرن تاعكم انتوما ودرجة الحرارة تاع الفرن تاعكم وتوزيع الحرارة الفرن تاعكم، يعني هي 30 دقيقة تفتحي عليها وتشوفيها، ما تفتحيش عليها الفرن قبل 30 دقيقة باش هكذا تضمني انه مستحيل راح تهبط معاك. كما قلت لكم خذوا بعين الاعتبار كامل النصائح اللي عطيتهم لكم، الفارينة، الفرن، خلوها تريح كامل، ديروا كامل خطوات وباذن الله راح تنجح معاكم، تتحصلوا على مسكوتشو ولا اروع. كما قلت لكم اذا حبيتوا نمد لكم بمقادير صغيره يعني ولا حبه ولا 2 حبات تاع البيض خلوا لي في التعليقات فقط. اذا وصلت حتى لهنا اختيتو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش تقدر توصلك كامل الفيديوهات باذن الله. ما تنسيش اختك بهذاك الجيم وهذاك الكومنتير فضلا وليس امرا فقط. وهنايا كما قلت لكم جات يعني مسكوتشو ما شاء الله، انا كنت اديتها لابي ربي يحفظه وربي يطول في عمره ان شاء الله. انا عندي ابي اذا كلا المسكوتشو قال اعرفوا بلي المسكوتشو ناجحه مليون بالمية، انا يعني دائما تنجح لي المسكوتشو وجهي ما شاء الله، ولكن بابا يعني شويه من الناس الذواق في المسكوتشو، اذا عجبت بابا خلاص يعني راهي مسكوتشو عليها الكلام، جربوها وعينكم غمضين. الى هنا وصلت معكم لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.